السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. إن شاء الله. النهاردة هعرض لكم جولة كده بسيطة في كارفور وفي فتح الله. أنا أخدت بعضي وقلت يعني أعمل كده أشوف الأسعار وأشوف الدنيا إيه. نزلت لقيت في حاجات غالية وفي حاجات عليها عروض كويسة يعني. انا دايما بحب انتهز الفرصه واجيب العروض يعني. طبعا انا قررت ان انا منزلش اشتري كل حاجه يعني. اجيب الحاجات اللي انا محتاجاها فقط يعني. يعني انا عايزاكم حتى لما تيجوا تشتروا. احنا داخلين على شهر رمضان، احنا مش داخلين نحارب يا جماعه. يعني احنا داخلين على شهر عباده. هنجيب الحاجات اللي يعني ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها. تمام كده. مش لازم يعني شغل السرعة ان احنا نبقوا مسروعين ونروح نجيبه بالكيلوات لا يعني انا قررت عن نفسي ان انا هنزل اشتري كل اسبوع الحاجة اللي تقضيني. يعني كل اسبوع كده هنزل اشتري الحاجات اللي ناقصاني. مش هجيب بقى يعني الحاجات اللي هتكفيني شهر رمضان كله، لا. انا قلت هنزل اشتري بما اني طبعا الاسعار غالية وفي في حاجات فيها عليها عروض كويسة، بس طبعا في حاجات مقفورة غالية. فانا قلت وقررت بيني وبين نفسي ان انا هنزل ان شاء الله باذن الله هجيب كل يعني الحاجة اللي تقضيني لمدة اسبوع. خلصت يعني مثلا كفتني، انا جبت حاجات النهارده مثلا هتكفيني اسبوع. تكفيني اسبوع، تكفيني 10 ايام. خلصت انزل اشتري بقى غيرها. لكن ان انا انزل اجيب كميات كتير قوي وبعدين يعني ارميها في الاخر. لا، احنا مش عايزين نرمي حاجة. احنا عايزين على قد ما نقدر نقتصد. طبعا هو كده كده احنا كده كده هنقتصد طبيعي يعني. الاسعار غالية وكده كده يعني احنا هنمشي برضو، كل بيت هيمشي على قده. كل بيت هيمشي على قد امكانياته المادية. مش عايزين نهدر حاجة مننا. تمام كده. آه، انا دلوقتي هعرض لكم الحاجات الاسعار اللي انا صورتها، سواء كان في كارفور او في فتح الله. وهعرض لكم برضو الاسعار وهوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها لمدة اسبوع. يعني اشتريت حاجات لمدة اسبوع. تمام كده. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ويا رب يا رب يجعله شهر الخير وشهر البركة يا رب، ويملى بيوتكم خير وعمار يا رب. يلا بينا نشوفوا الحاجات اللي احنا جبناها. زي ما انتوا شايفين كده، اول ما وصلت كارفور دخلت عشان اشوف العروض. اول حاجة لفتت نظري المكرونات والصلصات. الصلصات عليها عروض. في حاجات بتبدأ من 12 جنيه. مكرونة الملكة هنا ب14 جنيه. طبعا هي أرخص من فتح الله. فتح الله بيبيعها ب15 ونص، حاجة زي كده. هنا البقوليات بتاعة الضحى كلها رايحة في سكة تانية خالص، غالية جدا. طبعًا هنا المكرونات برضه. يعني أنا دايمًا باجيب لكم المكرونات الشعبي اللي الشعب بيبقى عليها يعني إقبال أكتر، يعني الشعب بيسحب منها كتير. هي زي المَلِكة وزي زي رويال وزي حاجات ياما. زي ما أنتم شايفين كده. في حاجات عليها عروض كتير أوي. دخلنا ما لقيناش سُكّر، اتصدمنا. هنا كرتونة رمضان عاملة 174 جنيه. فيها كيس سكر، فيها كيس مكرونة، كيس رز، فيها ملح، فيها زيت، فيها سمنة. حلوة مش وحشة وسعرها حلو برضه. طبعًا هي أرخص من فتح الله. بس فتح الله ضايف فيها نُص بلح وفيها ورقة قمر الدين.
عاملة 295 جنيه. تمام كده. في بقى عروض المساحيق المستوردة المصري. هنا برضو المساحيق اللي هي المستوردة، بصوا عليها عروض برضو. أنا دايما بروح كارفور بجيب العروض المصرية، ما بجيبش المستورد خالص، عشان نبقوا بس متفقين. بروح أجيب منتج بلدي من كارفور، منتج بلدي اللي عليه عروض فقط لا غير. ومعظم الحاجات باجيبها من فتح الله والعروض برضو، والحاجات اللي ناقصاني ما عجبنيش السعر، ممكن اروح اجيب من تاجر جملة تاني. بصوا كرتونة الخير اهي، عارضينها سكر وسمنة وزيت ومكرونة وملح، زي ما انتوا شايفين. ممكن تاخدوها وتضيفوا عليها اي حاجة تانية حابينها يعني. هنا بقى طول ما انا ماشية الاقي الخداديات بتاعت رمضان دي جميلة قوي، عجبتني، بس اول ما شفت سعرها اتخضيت يعني. 350 جنيه، غالية قوي. وفي طبعا طول ما انتوا ماشيين بقى هدوم البيت ديت برضو عليها عروض. دخلنا بقى على يميش رمضان وبلح التمر الجميل اللي احنا بنحبه، طبعا اسعار اوفر اوفر اوفر، غالية جدا. في بيبدأ مثلا بلح النص كيلو بيبدأ من 40 جنيه. طبعا يعني كل بلح وليه الجودة بتاعته يعني، والسعر بتاعه. بصوا كيلو 137 جنيه، ومش كيلو كمان، 700 جرام. معرفش هو غالي ليه كده. جيت هنا بقى في بالنسبة للزبيب أسعار متفاوتة بقى يعني. في ب27، كل الحاجات دي 27، 28، 29. الأسعار دي اربع يا جماعة، مش نصاص، اربع. يعني هم مش عايزين يخضوا الشعب أو يخضوا الجمهور، فبيحطوا يعني على كل سلعة الربع، يعني الربع منها. تمام كده، عشان الناس تشتري. ما هو اي يعني كل واحد يشتري على قده. هنا بلح طبعا ليسر العدو ولا حبيب ب7 جنيه ونص الربع، اللي هو بيتنقع ده. زي ما انتوا شايفين كده كمان. في البلح ده برضو عامل ده اللي هو الطري، عامل 22 جنيه. اللي بيتبل اللي هنا الزبيب ب49 جنيه الربع. هنا 29 جنيه كيلو. كيلو السوداني حلو، كان عليه عرض، والزبيب عليه عرض برضو. والعناب ب53 جنيه. ده الربع، ماشي، ده الربع ب53 جنيه، عشان نبقوا متفقين بس. والخروب الربع ب21 جنيه. عرق سوس ب34 جنيه. الدوم. في هنا بقى قمر الدين، أسعار بقى بتبدأ من الورقة من 29 ل64 جنيه. عوف طبعا في عامل عروض حلوة برضو، بس غالية. هو عامل اربع برضو اللي عايز. كرتونة البيض هنا ب100 79 جنيه. هنا المكرونة ب12 جنيه، اللي هي رويال، أنا جبت منها حلوة. هنا الأندومي عليه عرض ب51 جنيه، كنت بجيب الأربعة ب25. معرفش يعني الشهر، يعني مسافة شهر بقى ب51، معرفش ليه يعني. مرضتش نجيبه، قلت إن شاء الله مع إنهم أكلوا أندومي. زي ما انتوا شايفين كده. في حاجات عليها عروض وفي حاجات ما عليهاش عروض. في طبعا الزيوت برضو عليها عروض. أقل كيلو زيت ب153 جنيه. هنا كان في خيمة رمضانية عجبتني قوي. بوجي هنا ب425، وطمطم ب425. حاجات حلوة يعني، بس للي معاه يشتري، واللي على قده يشتري برضو على قد إمكانياته. كل واحد يشتري على قد إمكانياته. وصلنا هنا فتح الله. كرتونة رمضان ب295. كرتونة البيض ب164، أرخص من كارفور ب15 جنيه أو ب10 جنيه، حاجة زي كده. الرز هنا بيبدأ من 34 لغاية 40. هنا لوسي كانت جت من المدرسة، فصلت خالص بقى ونامت في العربية. قلت الحمد لله إن هي نامت عشان ما تقعدش تزن.
أكون أنا خلّصت. هنا بقى دخلت لقيت ناس ماشية، ناس تايهة، ناس مش عارفة تجيب إيه، ناس داخلة تشتري، ناس داخلة تتفسّح. يعني تحسّوا إن فتح الله يعني الناس ما أعرفش يعني في إيه، ناس بتشتري وناس ما بتشتريش، ناس رايحة تتفرّج وناس رايحة كده بتحب الأجواء الرمضانية وكده. بس يعني الأسعار برضه غالية. في ناس يعني زيي كده بيحبّوا يروحوا يجيبوا العروض. طبعًا هنا أسعار الفوانيس غالية جدًا. بس عجبني هناك إن في يعني الفوانيس بتبدأ من 200 جنيه. هنا بقى الرُكن ده كان جميل أوي، الخُدّادية هنا كانت ب16 جنيه، حلوة أوي، 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 عجبتني. وفي فانوس كمان ب65، اللي أنا ماسكاه ده ب65 وكبير أوي وشفاف وحلو أوي، تقدروا تجيبوه لأولادكم. أرخص من الفوانيس اللي إحنا يعني شايفينها بأسعار خيالية. هنا التمر هنا النُص كيلو ب30 جنيه. تمام. هنا كمان الشفاشق بتاعة رمضان كده بتبدأ من 23، ده عامل 100 جنيه، فيه 6 كوبايات حلو أوي عشان العصاير. والشفشق ده عامل 27 جنيه، عجبني جِبت مكتوب عليه رمضان كريم، عجبني جِبت واحد. وهنا ياميش رمضان القراصية بتبدأ من 70 لغاية 105، والمشمشية من 90 لغاية 170 جنيه. وهنا كمان قمر الدين من 70 لغاية يعني في حاجات ياما، في ب70 وفي ب80 وفي ب100. يعني الجمعية طارت، الواحد قبض جمعية وطارت في حاجات يعني إيه، لسه لا جبنا مكرونة ولا يعني ما جبناش لا لحمة ولا فراخ، والدنيا باظت. بُصّوا هنا الشوكولاتة بقت ب165 جنيه، كانت الشهر اللي فات كانت عاملة 125. ما أعرفش برضه فتح الله خدوا بالكم عشان بيخمّكم يعني في حاجات يعني. زي ما أنتم شايفين أنا دخلت بقى العطارة وفصلت خالص، فصلت. تعالوا يا حبايبي أقول لكم بقى على الحاجات اللي أنا جبتها. زي ما أنا قُلت لكم أنا جايبة الحاجات اللي هي تقدر تقضّيني أسبوع أو 10 أيام. وفي حاجات طبعًا زي المساحيق وزي التوابل دي ممكن يعني تقضّيني الشهر كُلّه. زي ما أنتم شايفين كده أنا طبعًا هاقول لكم على كل حاجة بالتفصيل، سعرها كل حاجة وعليها سعرها عشان تعرفوا اللي هينزل يشتري يعرف هو هيروح يجيب إيه، ويعرف كمان الأسعار اللي هو هينزل يشتري بيها. بصوا حبايب قلبي زي ما انا يعني قلت لكم ان انا دايما لما بروح اشتري يعني اي هايبر او اي ماركت انزل اشتري منه لازم يعني اخطف العروض. انا بحب العروض قوي يعني انتوا فاهمين. وبحب دايما لما اجي انزل اشتري الحاجة الاساسية، الحاجة الأساسية الأول أشتريها. يعني قبل ما أشتري لحوم أو أسماك أو يعني طيور أو كده، أول حاجة أبدأ أشتريها الأساسيات اللي زي الرز، المكرونة، الزيت. هي دي الأساسيات اللي بتبقى ناقصة في البيت وبتبقى مهمة جدا. ملح، زيت، بهارات، الحاجات دي بتبقى مهمة جدا، والبيت بيبقى طبعا ما بيستغناش عنها. فالحاجات دي لازم يعني ألقطها كده لقط كده. واول حاجه يعني تبقى اول حاجه كده في القايمه ابقى كاتباها شاي. يعني الحاجات اللي زي ما بقول لكم الاساسيات. هقول لكم حاجه حاجه نبدا بالبهارات. انا هنا جبت البهارات. طبعا هي اكيد هتكفيني شهر. معايا هنا الكزبره ديت ب13 جنيه. 100 جرام دولت، 100 جرام ب13 جنيه. انا بحب دايما بجيب البهارات حصى علشان خاطر طبعا انا ما اضمنش يعني الناس بتعمل ايه في البهارات يعني. لاني انا سمعت ان
الفلفل الاسمر بيحطوا عليه بقسماط طبعا معظم البهارات بيحطوا عليها بقسماط ودقيق وكده. فانا بحب يعني طول عمري كده بجيب الحصى وانضفه كده وايه احمصه على النار وبضربه في الكبة وبيبقى زي الفل وضمناه يعني. زي ما قلت لكم 100 جرام ده ب 13 جنيه. جايبه جايبه كمان الشطه ديت ب 13 جنيه، برضو 100 جرام. زي ما انتوا شايفين كده جايبه حاجات بسيطه جدا ومش مبالغ فيها، يعني على قدي تماما. خلصت اجيب غيرها، مش لازم يعني اجيب واركن، عشان البهارات ديت كمان في الصيف يعني ايه بتسوس وما بتبقاش حلوة. فجيبوا على قدكم. الكركم ده عامل 35 جنيه، 100 جرام و146 جرام، ب35 جنيه. تمام كده. معايا كمان السمسم. السمسم طبعا غالي جدا، معرفش غالية مرة واحدة كده الكيلو داخل على 300 جنيه. دولت 200 يعني كام، 200 جرام، 280 جرام ب56 جنيه. تمام كده. معايا هنا البقوليات طبعا. انا ما جبتش كيلوات، جبت انصاص. هنا معايا فوق اللي هي العدس بجبة، بستة، النص كيلو ب36 جنيه، و86 يعني 37 جنيه، 37 جنيه النص. شفتوا يعني، والله العظيم كان رخيص ده زمان، معرفش ايه اللي غلاه كده. كل حاجة غلت، كل حاجة غلت. الفشار ده النص كيلو ب33 جنيه. بصوا فاكرين الفشار؟ فاكرين الفشار كنا بنجيبه الربع ب5 جنيه يعني، من قريب والله. يعني الكيلو كان ب20 جنيه. بصوا الكيلو وصل 67 جنيه. اللوبيا. اللوبيا طبعا انا عندي جوزي بيحبها قوي. جايبه نص برضو بواحد، النص ب41 جنيه و80 قرش. ده النص. خدوا بالكم الاسعار دي انصاص مش كيلوات. الفاصوليا البيضة هنا ب60 جنيه النص. الفاصوليا البيضة الكيلو ب110. شفتوا؟ فاكرين الفاصوليا دي كان بكام؟ آه جبت هنا، جبت السوداني. جبت نص كيلو سوداني، عامل واحد وكام، 91 جنيه. 91 جنيه. الشفشق القمر ده، الشفشق القمر دهوت ب27 جنيه. جميل قوي، عجبني قوي، ويعني مرسوم عليه رمضان كريم. حلو قوي قوي وكبير كمان، فعجبني فجبته. وقلت ايه يعني 27 جنيه، مش يعني مش فلوس يعني. جميل قوي، قلت اعمل فيه العصاير كده يعني. جبت هنا 2 كيلو بسمتي، كان عليه عرض. الرز البسمتي ده كان عليه عرض في كارفور. مصري تقريبا او اماراتي حاجة زي كده، ب118 جنيه. 118 جنيه. هو كان تقريبا 59 او 56 الكيلو، حاجة زي كده. جبت 2 كيلو. انا كارفور لما بروح كارفور بجيب المنتجات المصرية فقط لا غير، ما بجيبش حاجة مستوردة خالص، عشان بس الناس اللي ما يدخلش يقول انتي روحتي كارفور والكلام ده. هو انا بروح كارفور اجيب منتجات المصرية بتاعت الشركات المصرية اللي اتعملت بإيد مصرية فقط لا غير، عشان بس نكونوا واضحين. شغل مستورد انا ما بجيبش مستورد من كارفور. جبت نص كيلو زبيب، عامل كام، 98 جنيه. الشاي العروسة ده عامل 45 جنيه. طبعا شاي العروسة اللي هو الربع كيلو عامل 81 جنيه. وال وايه
جبت الكورن فليكس ده. لوسي بتحبه ده، انا كنت مجيبه ب25 والله. لقيته ب45 جنيه، ليه معرفش يعني، انا مش عارفة ليه يعني. اللي هو اللي بالشوكولاتة ده معرفش ليه غلا كده. وجبت طبعا الاكياس بتاعت التلاجة ديت ب23 جنيه، حلو برضو. الزيت، الزيت ب78 جنيه. دي كام جرام؟ 900 جرام. مش لتر يعني. البقسماط ده حلو قوي طبعا، عشان خاطر طبعا البانيه وكده. ده عامل 19 جنيه. نص كيلو ب19 جنيه. آم، جبت الفيجيتار ده عامل 20 جنيه. ده ربع كيلو عامل 19 جنيه او 20 جنيه، حاجة زي كده يعني. المكرونة دي كانت عليها عرض رويال، عليها عرض ب12 جنيه. الجوز الهند ده انا بحبه، جبت نص كيلو، حلو قوي. يعني الحاجة الوحيدة اللي انا بعشقها وبستهلكها كتير قوي. نص كيلو عامل 71 جنيه. 71 جنيه. تمام كده. الرويال بقى انا جبت منها صغيرة، وجبت منها وجبت شعرية، وجبت لسان عصفور. في ايه تاني؟ في عندنا آه، الخروب انا جبت نص كيلو. كان عندي في الفريزر شوية كده، جبت عليهم نص كيلو، وقلت لما يخلص يعني اجيب. ب31 جنيه. تمام كده، نص كيلو ب31 جنيه. آم، جبت ربع البندق. انا بحب البندق بس في المكسرات كلها. بعشقه بصراحة. الربع عامل 163 جنيه. 163 جنيه. المكسرات غالية جدا جدا جدا، يعني معرفش فيه ايه. بس يعتبر فتح الله يعني ارخص حاجة في المكسرات يعني، يعتبر عن بره يعني، عشان انا شفت حاجات بره كده مقفرة قوي يعني. الاستاذ ده اللي اسمه كمون، معرفش هو فيه ايه. انا معرفش فيه ايه بالظبط. ده بقى ليه سعر، الكيلو ب600 جنيه. ده 100 جرام. عارفين 100 جرام بكام؟ ب51 جنيه. 100 جرام. انا ما جبتش ربع، ده مش ربع. 100 جرام ب51 جنيه. ليه؟ معرفش. الواحد كان زمان بيجيب بالربع وبالنص معرفش فيه ايه، وبالكيلو والله يعني. انا كنت بجيب بالكيلو ده زمان قوي يعني، مش عارفة فيه ايه اللي حصل. ايه اللي حصل في الدنيا معرفش. القمر ده من ابو عوف. التوابل اللي هي بتاعت البطاطس دي جميلة قوي. ممكن تحطيها على البطاطس لما تحمريها، تحطيها على البانيه، يعني جميلة قوي. عجبتني قوي. جبت منها. دي عاملة كام؟ عاملة 30 جنيه، اللي هي 100 جرام. 100 جرام 30 جنيه. بهارات البطاطس، عشان احنا عندنا عيالي مجانين بيحبوا البهارات البطاطس دي. يحطوها على الاندومي، يحطوها على البطاطس كده يعني، بيحبوا روشينوا الدنيا. فجبت لهم 100 جرام برضو، 132 جرام ب29 جنيه. بس ريحتها فظيعة بجد بجد، ريحتها جميلة قوي. آم، القمر ده شوية كده برضو يعني. يعني ايه هو؟ مش هقول لكم 100 جرام ولا 50 جرام، ده 20 جرام. 20 جرام. 20 جرام ب30 جنيه. حبهان 20 جرام ب30 جنيه. عندي برضو دولت ب16 جنيه. 3 بلحات جوز الطيب ب16 جنيه. عندي الفلفل الاسمر برضو انا جايبه 100 جرام ب45 جنيه. دولت 100 جرام. 100 جرام جايباه برضو حصى. عشان ايه؟ يعني هعمله في البيت. كل حاجة جايباها حصى، معظمهم يعني جايبة البهارات حصى. آم،
ايه تاني؟ ورق اللوري ده بكام؟ ب 12 جنيه. ب 12 جنيه. دولت ب 12 جنيه، كنت بجيبهم ب2 جنيه. يلا، الله يرحم زمان بجد بجد. مرقة دجاج فيها 24 مكعب، ب 19 جنيه. ايه تاني؟ الجيلي، جبت جيلي بقى عشان خاطر عيالي بيحبوا الجيلي في رمضان. الواحدة ب 12 جنيه. فاكرين الجيلي ده كنا بنجيبه بكام؟ ب3 جنيه الواحد، بقى ب 12 جنيه الواحد. يلا، زمان وليالي زمان. الكاتشب القمر ده كاتشب طبعا اسعاره غالي غالي غالي. ده 300 جرام ب 22 جنيه ونص. يا رب تقضيهم. الصلصة دي عليها عرض. الصلصة دي عليها عرض 300 جرام ب 12 جنيه. عجبتني، جبت منها. حلوة قوي يعني. انا جربتها الشهر اللي فات، عجبتني، قلت اجيب منها. السكر طبعا، السكر لكل فرد عليه كيس سكر، مرضوش يدوني الا كيس واحد بس. طبعا انا معرفش السكر ايه حكايه السكر، بس ربنا كبير. جبت لهم كمان مايونيز. مايونيز ب 36 جنيه. بيحبوا برضو العيال بيستخدموه على الاكلات. بصوا القمر ده، انا سيبه انا عايزه اوريكم بس حاجه رمضان ديت في الاخر. هقول لكم بس بقيه الحاجات كده على السريع. انا جايبه هنا زيت، زيت جوز الهند حلو قوي بيطري الشعر. جايباه دولت عاملين 16 جنيه وربع، 16 وربع، حلوين. آم، البن، البن ده 100 جرام. 100 جرام، لا، ده ربع. ربع ب 108. 108. 108 جنيه. الخل ده ب 14 جنيه، اللي هو روز جاردن. عايزة اقول لكم المناديل يا جماعة، المناديل غلت بطريقة لا تتخيلوها. يعني انا كنت بجيب ماركات بصراحة في المناديل، دلوقتي ب 90 جنيه انا جبت ده سوفت ده عامل 62 جنيه. ده ارخصهم يعني، والله جبت ارخص حاجة. معرفش فيه ايه. هي 500 منديل، بس يعني يعتبر المنديل صغير، التانيين منديل اكبر سنة ب 90 جنيه. مرضتش نجيبه، جبت ده ب 61 او 62 جنيه. جبت جوي ده ب 11 جنيه النص كيلو. النص كيلو ده ب 11 جنيه اللبن ده. والملح طبعا ده ب1.5 جنيه. الدقيق موكا ده عاملين عليه عرض ب 23 جنيه. يعني من 29 شايلين التيكت من عليه وكاتبين 23 عرض برضو. الروز جاردن اللي هو المسحوق العادي ده عامل 28 جنيه. والمسحوق اوتوماتيك 150 جنيه، عليه عرض 5 كيلو ب 150. بكام؟ 4 كيلو ونص. 4 كيلو ونص ب 150 تقريبا. روز جاردن، معرفش روز جاردن عامل كل حاجة، بس يعني والله انا جربت المنتجات بتاعته كذا مرة، حلوة يعني مش وحشة. المكرونة دي ب 32 جنيه كيلو صافي يعني. عفوا، كيلو صافي ده عامل 32. الاسترتش ديت عاملة 52 جنيه، بس حلوة يعني. فيها تقريبا مش عارفة كام، 50 متر باين، حاجة زي كده، بس مليانة يعني. كل الحاجات ديت زي ما قلت لكم
نسيت اقول لكم حاجه. القراصية، القراصية طبعا انا ما عنديش حد بيحب الخشاف غيري انا بس في البيت اللي بحب الخشاف، فجبت على قدي. عيالي بيحبوا العصاير عموما. جبت على قدي كده، جبت الربع ده ب80 جنيه. بصوا القراصية 80 جنيه الربع، فاكرين كان النص ب80، دلوقتي الربع ب80. المشمشية دي، المشمشية دي ب92 جنيه الربع، ب92 جنيه. وجبت اللي هي الميني الميني مشمشية ب92 جنيه. صوتوا، شايفين؟ برضو قلت ايه، مش هنحرم نفسي من حاجة، وجبت ايه على قدي. بصوا بقى القمر ده، القمر ده، بصوا في حاجات جميلة قوي، الحاجات بتاعت رمضان جميلة قوي. في فتح الله والله، واسعارها احلى من منشية كمان، يعني ارخص من منشية. دي عاملة 16 جنيه. بصوا القمر ديت ب16. يعني عايزة اقول لكم الخامة بتاعتها جميلة قوي قوي، يعني مش خفيفة. ستان بس يعني حلوة قوي. دي بقى ب16 جنيه. الحقوا خدوا منها، جميلة قوي. برضو الناس اللي بتحب تشيك البيت في رمضان كده، يلحقوا، لان فعلا عليها زحمة واقبال شديد. الناس كلها بتشيل بصراحة منها، في كل بقى الاشكال والوان. حاجة جميلة قوي، انا عجبني دولت فاشتريت بصراحة. بصوا الاشكال، بصوا الاشكال جميلة، شايفين الجمال؟ بصوا بقى عايزة اقول لكم جبت ايه كمان. دي كيسة ديت عاملة 40 جنيه او 42، حاجة زي كده. فيها فيها فانوس رمضان، وفيها هلال رمضان، وفيها فيها ايه، وفيها نجمة. عايزة برضو اطلعها من الكيسة، استنوا كده. بصوا هلال رمضان الجميل ده حلو قوي، و يعني متبطن. الفايبر بتاعه جميل والله، يعني مش اي حاجة، والله الفايبر بتاعه جميل قوي. بصوا الجمال، بصوا الفانوس جميل قوي، يعني تحطوا. بص الوش ده بوجي، والوش دوت فطوطة. جميل قوي، عجبني. انا اللي شبطت فيه لوسي اللي شبطت فيه، فشفته عجبني، مرضيش ازعلها جبته. بصوا النجمة، النجمة جميلة قوي، ب42 جنيه. مش يعني حلوة، يعني سعرها معقول. وزي ما قلت لكم الخداديات ديت حلوة برضو، 16 جنيه. برضو مش يعني ايه، مش غالية. هتلاقوها في المنشية ب25 جنيه، فانتوا اولى، يعني اولى بأي ايه، بأي فرق. وبس كده. ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة او الفيديو بتاعنا. وبتمنى اكون فدتكم، وبتمنى ان يعني الحاجات تكون يعني رخيصة بالنسبة لكم او بالنسبة لأي حد. ورمضان كريم، وسلام عليكم.